حسن راجل في الخمسينات سافر الخليج يشتغل علشان يوفر لأولاده مستقبل محترم. 22 سنة غربة، حرمان وشغل ليل ونهار علشان يبني بيت في البلد ويشتري أرض ويأمن تعليم أولاده وعيشة محترمة لمراته. كل مكالمة فيديو كانت بتنتهي بكلمة واحدة من ولاده: خد بالك من نفسك يا بابا، إحنا مستنيينك. رجع حسن فجأة من غير ما يقول لحد، عاوز يعملها مفاجأة ويحس بفرحة الرجوع لحضن بيته. دخل البلد، راح على بيته، لقاه مقفول وساكت. استغرب، دخلوا البيت بالعافية، ما صدقش اللي شافه. البيت متغير، صوره مش موجودة، مراته مشية مع راجل غريب وولاده مش موجودين. راح يسأل الجيران اللي واحد منهم بصله بذهول وقال له: انت مين؟ حسن، انت مش كنت ميت؟ ده احنا حضرنا عزاك من سنة. الصدمة كانت أقوى من الكلام. راح يفتش في الأوراق، لقى شهادة وفاة باسمه، موقعة بأسماء أولاده. السبب؟ أولاده قدموا شهادة وفاة مزورة علشان يستولوا على البيت والمعاش والفلوس اللي في البنك، ووزعوا التركة كأنه مات وهو حي. حسن انهار، مش من الفقد لكن من الخيانة. رجع البلد بأحلام، لقاه مدفون فيها.